جايه لك النهارده هقولك ان انت هتقدر. الفيديو بتاعي النهارده اكبر دليل واكبر قصه ان انت لو بدأت حالا هتوصل، ولو بطلت يبقى في كسل هتوصل. ايه الفيديو، ايه القصه اللي انا هتكلم عنها النهارده؟ قبل اي حاجه هحط سكرينات للناس كانت كتبت كومنتات في الفيديوز اللي فاتت ان انتوا كلكم بتدعوا ان شاء الله ربنا يحقق احلامهم وان شاء الله يدخلوا الكليات بتاعتهم باذن الله. يلا نبدأ ونشوف. الولد ده قال ايه؟ قال انا طالب في سنة تالتة هندسة. كنت طالب زي اي طالب عادي، ما بحبش اذاكر، كنت بلعب وبخرج وبنزل. انا في اولى وتانية معرفش المنهج كان بيقول ايه، ولا انا اصلا كنت بروح، يعني يدوبك كده بروح على النجاح. لو نجحت نجحت، قبل الامتحان بنزل حصة مراجعة حصتين مراجعة خلاص خلصنا، ولكن دروس ومروح انا ما كنتش بروح في حد. كنت الطالب اللي كل ما الناس تشوفه تقول انت مستحيل تجيب حاجة. جيت في سنة تانية ودخلت علمي، الناس برضو فضلت ماسكة فيا، انت ازاي هتدخل علمي وانت اصلا ما بتذاكرش؟ ده انت كنت شايل ملحقين في سنة اولى، شايل ملحقين في اولى ومكمل عادي. طب ودخل علمي كمان، فالناس ما كانتش مبطل انت ازاي دخلت علمي وازاي هتعدي. دخل علمي وشال برضو مادة. طب في ايه بقى؟ يروح جاي داخل في سنة تالتة علم رياضة. هو كان ماشي ومستمر، هو كان شايف حاجة هو ماشي ليها وبيكملها، كان شايف مستقبل هو عايز يوصله، بس لسه مش قادر يعمل ايه ولا قادر ان هو يعرف يعمل ايه. دخل تالتة وكان برضو بيلعب وينزل ويروح ويجي. قال ان هو فضل مدة طويلة خالص بيروح الدرس وكل حاجة، بس ما يعرفش المنهج بيقول ايه. يعني واحد داخل الدرس وواحد خارج من الدرس، مجرد اللي بيعمله انا عندي درس خلاص، روحت من الدرس هنام، تاني يوم انا عندي درس، روحت من الدرس هنام. فضل كده. فين وفين بقى لو كان مثلا مدرس شدد عليه في مادة ذاكرها، مادة تانية المستر كان طالب حفظ عمله، حل كل فين وفين، حل من إجابات على الوتر ده وكان ماشي على طول. جه في شهر 4 قال ان هو لازم يبدأ علشان ما عادش وقت وما عادش في اي وقت للعب ده كله. بدأ في 4 وطبعا زي ما انتوا كلكم بتبدأوا وقع، ما قدرش يكمل. بدأ تاني في نص 4 ووقع تاني. جه في اول 5 في اواخر 4. هو كان حاسس باليأس، حاسس ان فعلا كلام الناس بدأ يتحقق اهو، ان هو مش هيوصل، ان هو مش هيقدر، هو فعلا مش قادر، حاسس ان هو وقع، حاسس ان هو هيستسلم خلاص. ده هو استسلم مرة واستسلم التانية وخلاص بيستسلم التالتة اللي هي للنهاية، مش هيقدر يوصل بعد كده وخلاص. ده بقى في اخر 4 و5 على الباب، معادش خلاص ايام، كل ده وقت بيعدي وكل ده وقت بيطير. فضل يومين بيخرج بينزل يفضل ماشي ويروح البيت ما بيعملش حاجة، ولا دروس بينزلها، ولا حتى الدروس اللي كان بيروحها كانت مثلا بتلزمه بحاجة عاد بينزلها. معادش بيعمل اي حاجة خالص غير ان هو في اليومين دول يصحى من النوم ينزل، يرجع من بره ينام، يصحى ينزل. كان مهموم بطريقة فظيعة لحد ما كلم واحد صاحبه ده في طب بشري. قال له ايه صاحبه ده؟ قال له ابدأ، هتوصل، هتحقق. قال له لا ازاي وانا كنت بلعب وانا فعلا مش هقدر، خلاص اللي بدأ من شهر 8 ولا من شهر 9، مش هيبدأ من اخر 4 ومتعشم بهندسة. ده عشم ابليس في الجنة ده ولا ايه؟ فكان هو كل كلامه استظراف وضحك مع صاحبه ده. قال له تعالى احنا هنروح لحد اكبر مننا. راح لمدرس ما كان هو بيروح عنده، بدأ يتكلم معاه. قال له انت كويس، انت دماغك كويس ويجي منك، بس لو بدأت. كان كل الناس عمالة بتقول له ابدأ، يعني فضل اول 5، فضل اول اسبوع كل الناس بتقول له ابدأ، كل الناس بتقول له هتوصل، وهو كان كل اللي داير في دماغه ازاي هبدأ وازاي هوصل وانا اصلا معرفش حاجة، ده انا ما بدأتش. وكان دايما بيتكرر في دماغه اسئلة كتير اللي هي بتدور في دماغكم دلوقتي واللي انا في الكام بتسألها كتير جدا. هو انا لو بدأت هلحق؟ هو انا لو بدأت هوصل؟ هو انا لو بدأت هقدر اعمل اللي انا كنت المفروض اعمله من شهر 9؟ انت انت لو بدأت من دلوقتي هتقدر، لو بدأت من دلوقتي هتوصل، هتحقق حلمك، هتحقق حلم اهلك. هو السؤال كان بقى بيتردد في دماغه كتير. طب انا لو دخلت الامتحان مكنتش مذاكر، كنتش عارف هعمل ايه، هسيب الورقة فاضية واطلع وابقى شلت المادة، ولا هكتب اي حاجة من دماغي،
ولا هكتب اللي انا عارفه واسمي نجحت فيها بس ما جبتش درجة والتنسيق كده طار، ولا الناس هتبصلي ازاي، ولا هيبصوا لوالدي ازاي وهم كلهم كانوا بيقولوا لي انت هتدخل علمي تعمل ايه، وانت هتدخل كمان علم رياضة، طب علم علوم مش نافع، علم رياضة مش نافع. الناس كلها دلوقتي بعد اللي هيحصل ده تبدأ تشمت فيا. ما كانش شايف قدامه غير ان هي شاشة سودا، شايف ان الدنيا كلها بتضيع، شايف ان حلمه بدأ يضيع تماما، مش عارف ان هو هيوصل له ولا لا. كان بيسمع كلام سلبي من كل الناس اللي حواليه، يعني لا يتعدوا على الصوابع اللي بيدعموهم. زيكم دلوقتي كل اللي حواليكم بيقولكم مش توصلوا، كل اللي حواليكم دلوقتي كل اللي حواليكم انت لو كنت بدأت من شهر 9، انت لو كنت بدأت من بدري، ده انا قلتلك ذاكر. على فكرة كل ده كلام سلبي بس مش هيفيدك ولا هيزودك، هو كل اللي هيعمله ان هو هيحطم منك وهيحطم من نفسيتك. طب تعمل ايه؟ تحاول تتغاضى عن الكلام ده. محدش مش معرض لضغط، محدش ما بيسمعش كلام سلبي كتير، محدش ما بيتقلوش انت عملت كذا وما عملتش كذا واعمل كذا وذاكر كذا وحل كذا. عارفة ان كذا اللي بتسمعوها دي بقت كتير من كل المدرسين، كل مدرس مكلفك بباب، كل مدرس مكلفك بفصل، كل ده فوق طاقتك. انت حاسس ان انت معنتش قادر تمشي، حاسس ان كل مدرس عايز مادته بس ومش عايز مادة التاني، لكن بالعكس هو عايزك تكون كويس في مادته والتاني عايزك تكون كويس في مادته، فده اوريدي لازم يحصل مع المدرسين. طب انا بقى هعمل ايه؟ احاول اوازن ما بينهم. انت معاك 24 ساعة في اليوم، حاول ما تزودش عن 5 ساعات نوم الفترة دي. يعني انت خلاص الشهر ده هو الفيصل، بداية 6 هتمتحن، اول 7 هتمتحن، خلاص بعد كده خلصت وخلصت ثانوية وخلصت حكاياتها وخلصت حواراتها، كل ده خلص. طب الولد ده عمل ايه بقى وبدأ ياخد الفرصة؟ خصوصا انا عارفة ان هما كانوا ممتحنين متأخر شوية عنكم، لكن هو عما بدأ كان متأخر، انت لسه شهر 5 ما بدأش، لسه معاك وقت ان انت تبدأ، لسه معاك وقت ان انت تقوم. هو كان بيحل بس، يعني حد نصحه قال له حل بس. طب انا لو حليت ازاي هبقى مذاكر؟ هيجيلي كده الشيطان هيوسوس في دماغي انت مش مذاكر، هتحل ازاي؟ هات الاجابات واحفظها وانقلها واحفظها واكتبها في كراسة اكتر من مرة، تبقى قدامك تبقى عارف انت بتعمل ايه، وهتبقى قدامك وانت شايفها. طب ازاي انا هبقى قدامي وانا شايفها وانا مش قادر؟ يعني هحل ازاي؟ انتي بتقولي صح، ده انا مش مذاكر، ده ما بالك لو انا مذاكر نص مذاكرة مبقاش عارف احل وحاسس ان انا متدمر. حاول ما تزودش عن 5 ساعات نوم الفترة دي. يعني انت خلاص الشهر ده هو الفيصل، بداية 6 هتمتحن، اول 7 هتمتحن، خلاص بعد كده خلصت وخلصت ثانوية وخلصت حكاياتها وخلصت حواراتها، كل ده خلص. طب الولد ده عمل ايه بقى وبدأ ياخد الفرصة؟ خصوصا انا عارفة ان هما كانوا ممتحنين متأخر شوية عنكم، لكن هو عما بدأ كان متأخر، انت لسه شهر 5 ما بدأش، لسه معاك وقت ان انت تبدأ، لسه معاك وقت ان انت تقوم. هو كان بيحل بس، يعني حد نصحه قال له حل بس. طب انا لو حليت ازاي هبقى مذاكر؟ هيجيلي كده الشيطان هيوسوس في دماغي انت مش مذاكر، هتحل ازاي؟ هات الاجابات واحفظها وانقلها واحفظها واكتبها في كراسة اكتر من مرة، تبقى قدامك تبقى عارف انت بتعمل ايه، وهتبقى قدامك وانت شايفها. طب ازاي انا هبقى قدامي وانا شايفها وانا مش قادر؟ يعني هحل ازاي؟ انتي بتقولي صح، ده انا مش مذاكر، ده ما بالك لو انا مذاكر نص مذاكرة مبقاش عارف احل وحاسس ان انا متدمر. هو بدأ يحل، ما استسلمش، ما قالش انا خلاص مش عارف، مع ان كان في حاجات كتيرة بتقف عليه، بس هو كان شايف ان كل اخطائه كل حاجة هتقف عليه هتبقى لصالحه، كل حاجة هيبقى شايف ان هي غلط او كل حاجة شايف ان هي صح، او لما يغلط يبقى مذاكر ويغلط ويرجع يشوفها تاني ويحل. كان شايف ان كل ده عادي لان انا مش مذاكر، انا ببدأ من جديد. طب هو بيبدأ من جديد، حل ازاي؟ كان بيحل كتير. يعني انت معاك كتاب، طب انا مش معايا غير كتاب واحد ولو حليته يبقى انا حليت كتاب وخلاص خلصنا. لا، في كتب كتيرة بقت دلوقتي PDF، كل الكتب بقت موجودة سواء على التليجرام او في اي حتة، الكتب بقت موجودة ومتوفرة. هاتها وهات كراسة فاضية اكتب عليها كتاب المعاصر، كتاب الامتحان، كتاب نيوتن، كتاب الشامل، اكتب من بره كده ان ده الكتاب وابدأ حل في الكراسة. ما تستسلمش، ما تقولش انا مش قادر، انت هتقدر، انت هتوصل، انت هتحقق حلمك، قوم وعافر. هو بدأ يحل ويحل اكتر واكتر لحد ما جه يوم الامتحان ودخل الامتحان وحل وجي خلاص يوم النتيجة، لحظة تانية التالتة انا جايب 98%. انتوا بتهزروا يا جماعة؟ كله ما كانش مصدق، ابوه بيبصله اللي هو ايه ده، انت قدرت؟ انت ازاي؟ انت كنت بتلعب؟
هما مفيش حد شافه بيتعب، يعني هما قالوا ان هو غاشش، مفيش حد شافه انه بيتعب، مفيش حد شايف ان هو ده كان مجهوده. طب هو غش ولا مغشش؟ اكيد حتى لو اخد معلومة تانية مش لدرجة ان هو يجيب 98%، يعني مش هيقدر. طب ده اللي حصل بقى من القصة دي ايه؟ ان انت لو بدأت من دلوقتي هتوصل. طب احل ولا احفظ؟ اقرأ الدرس مرتين او 3، حتى لو ما حفظتش بس اقرأ، اعرف العناوين، بعد كده حل وهات الاجابات من الدرس واحفظها. خلاص جبت الاجابات ونقلتها وحفظتها وبقيت كويس، امتحان ورا التاني ورا التالت هتلاقي حاجات انت ما كنتش حافظها اصلا من الدرس وحافظها من الاجابات بقيت عارفها. والسؤال بيتكرر حتى لو اتغير، ممكن يبقى الصيغة متكررة قدامك، هتبقى شايف كل حاجة. طب الطالب ده بقى دخل الكلية دخل كلية أحلامه ودخل كلية هندسة وقدر ان هو يوصل. يعني محدش هيصدق ان هو بعد ما كان محطم طالب ما يعرفش حرف لطالب 98% دخل هندسة. قوم عافر، حلمك يستاهل، صدق حلمك. هو صدق حلمه ما استسلمش، هو قدر ان هو يوصل. ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. اهم حاجة اللايك عشان الفيديو يتنشر لاكتر ناس، واكتب يلا دعوتك تحت في الكومنتات علشان نحطها في بداية الفيديو زي الفيديو ده بإذن الله. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.